بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده موجه لطلبة سنة أولى أسنان جامعة القاهرة. ركز معايا علشان حضرتك احنا هندردش شوية كده عن مادة الهيستولوجي ونعرف انت هتدرس ايه فيها في الترم الأول، ويعني الكورس بتاعنا هيقدم لك ايه او ايه الحاجات اللي انت هتستفيدها معانا ان شاء الله. ركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض يا اولاد ان احنا في البداية خالص عندنا في مادة الهيستولوجي في الترم الأول ايه الحاجات اللي احنا بندرسها. طبعا حضرتك عرفت ان مادة الهيستولوجي دي بتتكلم عن الأنسجة والخلايا في جسم الإنسان. فطبعا اصغر وحده من جسم الانسان او اصغر حاجه في جسم الانسان واللي احنا هنبدا دايما كلامنا عنها هي الخليه. فهندرس اول حاجه خالص حاجه اسمها سيتولوجي. سيتولوجي ده اللي هو علم الخليه، يعني هنمسك بقى الخليه كده اللي هي اصغر وحده في جسم الانسان ونبدا ندرس بقى محتويات الخليه وغشاء الخليه ومنطقه السيتوبلازم اللي هو السائل اللي موجود جوه الخليه، وهندرس النيوكليوس اللي هي النواه اللي موجوده جوه الخليه، وهندرس انواع الخلايا المختلفه وايه الفرق بين خلايا الجسم. كل خليه مثلا لو خليه بتصنع بروتين بيكون مواصفاتها مختلفه عن الخليه اللي بتصنع دهون، بيكون مختلفه عن الخليه اللي بتعمل او الخليه المناعيه. كل نوع من الخلايا في جسم الانسان بيبقى له شكل مختلف. فاحنا ان شاء الله هندرس في الاول خالص علم السيتولوجي. وخلي بالك ان شابتر السيتولوجي ده او اللي بيتكلم عن علم الخليه هو من اكبر الشابترز اللي موجوده عند حضرتك في الترم الاول. طيب السيتولوجي بعد ما نخلصه ان شاء الله على خير هنبدا بعد كده ان شاء الله ندرس حاجه اسمها ابيثيليوم. يعني ايه كلمه ابيثيليوم؟ خلي بال حضرتك احنا دلوقتي بنستعرض الحاجات اللي احنا هندرسها علشان انا دايما بحب ان الطالب وهو قاعد قدامي ما اقولوش يلا هشرح لك دول وذاكرهم وخلاص، لا انا لازم يكون هو متخيل الفكره كلها ككل، احنا هندرس ايه او ايه النظام بتاعنا، ويكون عنده تخيل للترم كله هيبقى ماشي ازاي. بعد ان شاء الله ما استعرض معاك كده الحاجات اللي احنا هندرسها اقول لك النظام بتاعنا ماشي ازاي علشان حضرتك تبقى مطمن كويس. فاحنا ان شاء الله يا اولاد بعد السيتولوجي بندرس حاجه اسمها ابيثيليوم. يعني ايه كلمه ابيثيليوم؟ ابيثيليوم يا اولاد بالعربي كده معناه النسيج الطلائي. واحد يقول لي النسيج الطلائي يعني ايه؟ مش فاهم يعني. بص يا سيدي، دلوقتي الجسم الانساني يا اولاد متغطي بحاجه اسمها ابيثيليوم اللي هو الطلاء بتاع الجسم. كلمه نسيج طلائي لانه يشبه الطلاء اللي بيبقى موجود على المباني او الحاجات دي، فجسمك متغطي بنسيج. ايه النسيج اللي مغطي جسمنا ده يا اولاد؟ اسمه النسيج الطلائي، اسمه ابيثيليوم. فاحنا ان شاء الله تاني حاجه هندرسها هو الابيثيليوم. بعد ما ندرس الابيثيليوم ان شاء الله خلي بالك ان احنا بندرسه تاني حاجه باعتباره احد الانسجه الرئيسيه في جسم الانسان. احنا عندنا في حاجات اسمها الانسجه الرئيسيه في جسم الانسان من ضمنهم الابيثيليوم، فعشان كده هو تاني حاجه احنا بندرسها. بعد كده ان شاء الله بندرس شابتر اسمه كونكتيف تيشو. طبعا الكونكتيف تيشو ده بالعربي كده معناه النسيج الضام. واحد يقول لي يعني ايه النسيج الضام؟ مش فاهم حاجه. انا بحس ان الترجمه العربي اصعب من الانجليش. لا بص يا سيدي، بص يا اولاد اسمه كونكتيف تيشو يعني بيعمل كونكشن او بيربط الحاجات مع بعضها، او اسمه بالعربي النسيج الضام يعني بيضم الحاجات مع بعضها. النسيج الضام ده يا اولاد ايه فايدته؟ فايدته مثلا ان انا لو عندي خلايا موجوده في جسم الانسان لازم يكون في حاجه بتمسكهم مع بعض، او في حاجه ملزقاهم في بعض، او في حاجه بتخليهم كلهم موجودين قريب من بعض. زي مثلا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مثلا عندنا الجلد، تحت الجلد بشويه في عضلات. طب ايه اللي ماسك الجلد في العضلات او ايه اللي ملزقهم في بعض؟ دي حاجه اسمها كونكتيف تيشو اللي هو النسيج الضام. فاحنا ان شاء الله ثالث حاجه هندرسها عندنا حاجه اسمها الكونكتيف تيشو او النسيج الضام اللي هو اسمه كونكتيف علشان هو بيعمل كونكشن او بيربط الحاجات مع بعضها. رقم 4 يا اولاد بعد كده بندرس الكارتلج. طبعا الكارتلج اللي هي الغضاريف، فبنعرف بقى انواع الغضاريف المختلفه، وبنعرف ايه فايده الغضاريف اللي موجوده في جسم الانسان، والغضاريف دي ايه الحاجات اللي بتاثر عليها او بتبوظها، ولو باظت هل هي بتتصلح تاني ولا لا. كل ده كده ان شاء الله هندرسه في شابتر الكارتلج اللي هو بيتكلم عن الغضاريف. رقم 5 ان شاء الله هندرس حاجه اسمها بون. طبعا البون ده اللي هو العظام، هنتكلم بقى عن العظام وتركيب العظام، وهندرس معلومات شيقه جدا عن العظام. يعني حضرتك هتاخد معلومات كويسه جدا، خصوصا ان في حاجه انا محتاج اعرفها لحضرتك ان البون تركيبه قريب شويه من تركيب الاسنان، لان هما الاثنين هارد تيشوز او انسجه صلبه. فانت هتستفيد جدا 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 من شابتر البون ومن الحاجات اللي انت هتحبها ان شاء الله. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا في الهيستولوجي اول حاجه بندرسها هو السيتولوجي اللي هو علم الخليه. بعد كده ندخل على الانسجه، فبندرس حاجه اسمها الابيثيليوم اللي هو النسيج الطلائي. وبعدين بندرس حاجه اسمها كونكتيف تيشو اللي هو النسيج الضام. وبعدين بندرس الكارتلج اللي هي الغضاريف. وبعدين بندرس البون اللي هي العظام. طيب بعد كده حضرتك المفروض بندرس كمان شابتر البلد. البلد اللي هو الدم، ده كده تقريبا رقم 6. طيب كده حضرتك تقريبا الخطة الزمنية للترم الأول بتكون خلصت، ولكن في الامتحان اللي بيكون، لأن غالبا في الغالب الامتحان بتاعك أول امتحان هيستولوجي بيكون في بداية الترم التاني،
فبيكون داخل معاك كمان حاجات من بتاعه الترم الثاني، بيكون داخل معاك كمان شابتر اسمه ماسل اللي هو العضلات. يبقى احنا كده حضرتك اتكلمنا عن الحاجات اللي احنا هنشرحها. الكورس بتاعنا الترم الاول احنا هنشرح الكلام ده كله، هيكون موجود في الكورس. طبعا بنبدا بقى كل شابتر وانا بشرح لك بيكون في حاجه اسمها مايند ماب، يعني خريطه ذهنيه. بعد كده بنعمل حاجه اسمها سكيم. بعد كده وانا بنشرح بطريقه عارف انت النقاط الاساسيه الضروريه. يعني مثلا انا بشرح الدرس كله في العموم، فانت حضرتك خلاص فهمت، بقول لك قبل ما تقلب الصفحه خلي بالك ان اهم كلمات او الكلمات المضيئه اللي موجوده جوه الصفحه دي الكلمه دي ودي ودي ودي، وان اشهر الاسئله اللي موجوده في هذه الصفحه هو السؤال ده والسؤال ده والسؤال ده، علشان حضرتك تكون فاهم كويس النظام عامل ازاي. فاحنا كده حضرتك استعرضنا تقريبا الحاجات اللي احنا بندرسها في الترم الاول. طيب تعالى نتكلم بقى شويه عن النظام بتاع الكورس بتاعنا، يعني الكورس بتاعنا ماشي ازاي. اول حاجه عايزين نتكلم عن شرح النظري، يعني نشوف كده احنا بنشرح النظري ده ازاي. بعد كده ان شاء الله عايزين نتكلم على البراكتيكال، يعني نشوف احنا بنشرح العملي ازاي، نشوف ايه القصه بتاعت العملي. بعد كده كمان عايزين نتكلم عن نظام المتابعه. كمان هكلمكم عن حاجه مهمه جدا 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 وتم تجديدها السنه دي بالكامل باسلوب جميل جدا جدا هيحببك ان شاء الله فيها، المذكرات بتاعتنا. طبعا في كذا نوع من المذكرات، انا هفهمك القصه دي دلوقتي وهعرفك ايه النظام. خلينا نمسك نقطه نقطه كده. اول حاجه يا اولاد بالنسبه للنظري، احنا بنشرح المنهج اكتر من مره. بيكون عندنا رقم واحد الشرح المره الاولى طبعا، واحنا بنشرح اول مره خلي بال حضرتك بيكون الشرح هادي وبطيء نسبيا، مش بطيء ممل، في فرق. يعني ايه بطيء نسبيا؟ بطيء نسبيا معناها ان انت حضرتك بتسمع المعلومه لاول مره. ما ينفعش انا اجري بقى واقول لك المعلومات كذا كذا كذا، مش هينفع كده. لازم حضرتك انا ابقى ماشي معاك كلمه بكلمه، في مصطلح صعب انا اترجمه لك، في حاجه صعبه انا بكلمك فيها، بشوف الناس اللي قدامي اللي موجودين في الحضور. خلي بالك ان متاح ان انت حضرتك تحضر لي حضوري، يعني تكون قدامي، او متاح برضو اونلاين، بيبقى نفس المحاضره هي متسجله فيديو بكواليتي عادي جدا، عالي جدا، وبينزل على الويب سايت او الابلكيشن. فانت المحاضره انت بالخيار حاجه من الاثنين، يا اما تحضر المحاضره دي حضوري قدامي، يا اما تحضر اونلاين، وانت براحتك اختار اللي يعجبك. طيب فالمره الاولى بيكون الشرح هادي بشكل هادي ومنظم جدا وهادي، علشان اتاكد ان كل الناس اللي موجودين قدامي فهموا كويس كل المصطلحات الجديده هم عرفوها. فاحنا بنمشي في الاول برتم الى حد ما معقول شويه، علشان حضرتك بتكون لسه في البدايه. بعد كده رقم 2 بنعمل حاجه اسمها كراش كورس. طبعا يعني كراش كورس دكتور زهره دي حاجه في اسنان معروفه جدا جدا جدا، وعلى فكره جددنا كمان ورق جديد للكراش كورس حلو قوي 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 السنه دي ان شاء الله. وقت الريفيجن او وقت المراجعه هعرفك ايه القصه. يعني ايه كراش كورس يا ولاد؟ كراش كورس ده شرح الماده للمره الثانيه، بيكون في وقت اقل وبشكل مضغوط شويه، علشان يبقى الوقت قليل قبل الامتحان. لان انا مش هينفع قبل الامتحانات اقول لك ارجع اسمع الفيديوهات البطيئه دي، مش هينفع. لازم اوفر لك محتوى يكون الشرح فيه سريع شويه ويكون ما بيضيعش وقت. مش هتكون انت بتسمع المنهج المره الثانيه وانا اقول لك يعني ايه سيل يعني خليه، مش هينفع. لان احنا بتسمع المنهج للمره الثانيه انت سمعت قبل كده وعندك اوريدي معلومات كويسه عن الماده، ففي المره الثانيه انا بكلمك في الاساسيات او الحاجات الضروريه المهمه عشان الامتحان. وطبعا الناس كلهم بيحبوا موضوع الكراش كورس ده كويس قوي لانه بيلم لك الدنيا. بس انت علشان تقدر تستفيد كويس من الكراش كورس لازم تكون برضو سمعت المحاضرات بتاعه المره الاولى. يعني انت دلوقتي مين اكتر ناس بيستفيدوا من الكراش كورس؟ اللي بيسمع الكراش كورس ده بيكون بالنسبه له هو المره الثانيه اللي بيسمع فيها الشرح، بيكون مستفيد جدا 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 وبيلم الامور معانا كويس قوي. طيب يبقى ده كده بالنسبه للكورس النظري، احنا بنشرح المره الاولى ونشرح المره الثانيه اللي هي الكراش كورس. بالنسبه للمذكرات فانت دلوقتي قدامك كذا اوبشن ان انت تذاكر منه. اول حاجه عندنا ان احنا بنذاكر من كتاب الكليه عادي. في ناس بيلتزموا ان هو بيذاكر من كتاب الكليه، لكن عيبه طبعا ان هو ابيض واسود او مش ملون قوي او ان مثلا، ولكن المعلومات اللي فيه موجوده ومنظمه وجميله جدا والكتاب حلو. وكده كده انا وانا بشرح براعي ان انا بشرح بترتيب الكتاب. اللي بيسمع على كتاب الكليه هيلاقي نفس الكلمتين اللي انا بقولهم هم اللي موجودين بنفس الترتيب في كتاب الكليه. ولكن في ناس بيحبوا اكتر المذكرات بتاعتي او الكتاب بتاعي لان هو بيكون ملون شويه، وفي بعض وانا يعني اتجدد بالكامل. خلي بالك انا عندي سيستم معين ان انا كل سنه لازم اعمل حاجات جديده، فاحنا متجدد عندنا في اسنان القاهره السنه دي المذكرات بشكل جميل جدا
شاء الله المذكرات كلها جديده تماما. جديده بمعنى ايه يا ولاد؟ اكيد المنهج هو ولكن انا عملت عليها بعض الابديتس هتخلي الكلام مريح جدا بالنسبه لك وانت بتذاكر، وضفت فيها بعض الحاجات من اللي الطلبه قالوا لي يا دكتور ينفع اللي انت بتقوله ده تبقى تضيفه لنا في المذكرات، اللي هو شويه مخططات يعني حاجات معينه من الطلبه طبعا لما قالوا لنا احنا بدانا نضيفها في المذكرات عشان نسهل عليكم. طيب المذكرات دي ان شاء الله هتبقى متاحه قريبا وانا هفهمكم التفاصيل بتاعتها. فانت لو بتذاكر من كتاب الكليه 100% تمام، لو بتذاكر من المذكره بتاعتي 100% ان شاء الله تمام، هي نفس المعلومات بالظبط بتاعت كتاب الكليه. عندنا طبعا كتاب الام سي كيو، في كتاب الام سي كيو بتاع كتاب الكليه ده برضو انت حضرتك هتحله، وفي الام سي كيو بتاعنا كتاب جديد السنه دي برضو ان شاء الله، اسئله جميله جدا برضو احنا مختارينها او مختارين معظمها من الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات. وان شاء الله برضو خلي بالك ان انت لازم تتدرب على نفس المستوى بتاع الاسئله بتاعه الامتحانات، ولذلك انا موفر لك المذكره بتاعتي بتاعه الام سي كيو. فاحنا دلوقتي حضرتك انت بتذاكر هتختار يا اما تذاكر النظري من كتاب الكليه او المذكرات، ومعظم الناس بيمشوا من المذكرات مفيش مشكله. وفي الام سي كيو هتحل الام سي كيو بتاع كتاب الكليه وهتحل الام سي كيو بتاع المذكره بتاعتي، يعني الاثنين هتحلهم مش هتمشي في واحده، لا ده انت هتحل الاثنين، لان طبعا السر في اتقان ماده الهيستولوجي ان انت حضرتك تحل كتير. طيب بعد كده بالنسبه لسيستم المتابعه، كده احنا خلاص عرفنا النظري ايه وعرفنا المذكرات هنذاكر منين، يا الكتاب يا المذكره، والمذكره اولى. وهنحل ام سي كيو منين؟ هنحل ام سي كيو كتاب الكليه، وهنحل ام سي كيو المذكره بتاعتنا الجديده. طيب بالنسبه لسيستم المتابعه، انا دلوقتي انت عندي في الكورس انا هسيبك كده وخلاص يعني، ولا افرض انت بتحضر اونلاين وانا عمري ما شفتك، انا يعني ما انا عايز برضو اعرف انت بتعمل ايه في الحياه. فطبعا عندنا يا اولاد هيبقى في نظام امتحان اسبوعي. نظام الامتحان الاسبوعي ده معناه ان انت مثلا احنا اخدنا الاسبوع ده محاضرتين، هاجي في نهايه الاسبوع همتحنك على المحاضرتين دول، اشوف انت حضرتك حصلت منهم ايه. والامتحان ده بيكون امتحان اونلاين وبتصحح في ساعتها، يعني انت دلوقتي بتدخل على اللينك بتحل بيطلع لك التصحيح والدرجه بتاعتك، والدرجه بتاعتك دي بتوصل لي علشان طبعا هو بيديني زي كيرف كده او حاجات معينه علشان يعرفني انا مستوى الطلبه عندي عاملين ازاي، علشان نبدا نشوف هل رينج الدرجات بتاع الطلبه عالي ولا قليل، ولو قليل نشوف ايه اللي بيحصل كده يعني. فبيكون في امتحان حضرتك كل اسبوع. رقم 2 ان كل شابتر بيخلص بيكون في امتحان في السنتر حضوري. الامتحان ده حضرتك بيبقى عليه مكافآت وبيكون امتحان مستوى نفس مستوى الامتحانات بتاعت الكليه. خلي بالك عشان نظام المتابعه ده برضو في حاجات جديده عن السنه اللي فاتت او عن السنين اللي فاتت، فانا محتاج حضرتك تركز علشان انا دايما لما بنوعد بحاجه احنا بنعمل اكتر منها مش بنعمل اقل، فركز معايا. فاحنا هنعمل امتحان اسبوعي اونلاين، بعد كده هنعمل امتحان على كل شابتر. طيب رقم 3 ان هنعمل حاجه اسمها مكالمات مفاجاه. ايه المكالمات المفاجاه دي؟ ان حضرتك دلوقتي انت عندي في الكورس هتلاقيني انا كل يوم بخصص وقت معين بعمل مكالمات للناس اللي عندي في الكورس، اشوف اعمل مثلا كل يوم 10 مثلا 10 اشخاص نعمل لهم مكالمات عشوائيه. السلام عليكم انا دكتور احمد زهره معاك، لو سمحت صور لي المذكره بتاعتك انت اخر محاضره سمعتها لحد فين. افتح الاونلاين اكونت بتاعك واشوف انت سمعت المحاضرات لحد فين، لان ده بيظهر عندي انت سمعت ايه وما سمعتش ايه. اشوف اسالك شويه في المنهج واشوف انت بتجاوب ولا لا. لو انت حضرتك بتجاوب تمام، ما بتجاوبش بقى هنحدد ميعاد وحضرتك بتنزل لي السنتر، وبقفل طبعا الاونلاين لحد ما انت تيجي علشان طبعا تيجي ونشوف ونتكلم مع بعض ونشوف المشكله فين ونبدا نحلها. وبيكون في ناس مساعدين معايا موجودين كمان بيساعدوك لحد ان شاء الله ما امورك تعدي على خير. بالنسبه للبراكتيكال، فاحنا عندنا يا اولاد الامتحان العملي بيكون مره واحده وبتكون في اخر السنه، فاحنا في بدايه السنه ما بنبداش البراكتيكال بيكون في الترم الثاني، لان حضرتك انا لو بدات البراكتيكال من اول السنه انت حضرتك اولا مش هيكون عندك خبره كافيه في النظري ان انت تذاكر العملي، لان العملي بيحتاج خبره شويه في النظري، فانت هتبقى لسه اصلا في البدايه يا دوب ماشي في النظري. لا احنا الافضل ان احنا نبدا البراكتيكال في الترم الثاني قبل امتحان العملي ان شاء الله بفتره كافيه. هنبدا كورس العملي وان شاء الله هدربك كويس قوي قوي على البراكتيكال، وهو من الحاجات اللي مضمونه باذن الله. كده حضرتك انا حاولت ادردش مع حضرتك شويه كده في الماده ونشوف الماده بتاعتنا بتتكلم عن ايه، بس انا اوصيكم خيرا بالمذكرات الجديده وبالام سي كيو الجديد، ان شاء الله فيهم شغل عالي قوي قوي السنه دي، وان شاء الله اشوفكم على خير واتمنى اكون استفدنا في الفيديو ده.